زعلان قوي ان مراتك مش فاهماك، يعني بتتكلم دايما معاك في وادي وانت في وادي تاني خالص. متضايقة قوي ان زوجك مش بيسمع لك، مش بيفهمك، مش بيحس بيكي. خلينا عارفين ان الحوار في الحياة الزوجية زي كده لعبة البينج بونج. لو انت عملتي ارسال كويس وصحيح هتكسبي، وهو هيعرف يتعامل معاكي. وانت برضه لو رديت الارسال صح، او على الاقل لعبت صح وعرفت تاخد الكورة اللي هي اللاعب اللي قدامك بعتها لك صح، انت كمان هتكسب. فخلينا نفكر فيها بالطريقة دي، ان انت علشان تخلي جوزك يسمعك ويحس بيكي ويشعر بيكي، اولا تبقي واضحة. بلاش حكاية مفيش، يعني انت مش واخد بالك، تقعدي ساكتة كده وهو بقى يبدأ يفكر. لا، خليكي واضحة. واول ما يسألك مالك في ايه، قوليله. ولو ما سألش ما تستنيش يسأل، قوليله انا الموضوع الفلاني مضايقني او مفرحني او نفسي اعمل كذا. وحضرتك كمان لو انت عايزها ما تتكلمش دلوقتي، بدل ما تقول لها بطلي رغي بقى، اصبري عليا، مش عارف ايه، انت ور 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 كل شويه، لا لا. ممكن تقول لها ايه، سيبيني بس ارتاح شويه كده، وساعه كده ونتكلم اكون ريحت. او انا الايام دي مشغول يومين كده، اكون خلصت كذا اللي في ايدي، او الموضوع اللي في ايدي، او الحاجه اللي شغلاني، ونبدا نتكلم. بس بشرط ان انت تعمل فعلا كده، علشان ما يبقاش ما انت كل شويه تقول كده علشان ما نتكلمش. انت عمرك ما نفذت اللي انت بتقوله، اي حاجه بتقولها عشان تتهرب، لا لا لا. خليك قد كلامك. وفعلا بعد يومين قول لها ها يا ستي، كنت عايزه تقولي ايه؟ بس باختصار كده قولي لي النقطه اللي انت عايزاها على طول. مع الوقت هتفهم الفرق بين الراجل والست، وهتفهم ان انت ما بتحبش التفاصيل الكتير، وتديك الخلاصة كده، الزتونة زي ما بنقول. بس انت كمان احكي لها، انت كمان قول لها. فالحوار في الحياة الزوجية رايح جاي، رايح جاي. افتكر ده كويس عشان ما تجوش في وقت ما تلاقي نفسكم مفيش حوار خالص، ثم مفيش عاطفة، ثم مفيش تواصل، ويحصل لا إما انفصال، لا إما خيانة، لا إما يعني تبقوا عايشين مع بعض لكن في الحقيقة ما انتوش عايشين مع بعض ولا حاسين ببعض. ربنا يسعد قلوبكم، وربنا يعمل لكم دايما اللي فيه الخير، ويجعل بيوتنا بيوت عمار مش خراب.